اسمع كده الاتنين دول قالوا ايه لما الزمالك اتسحب قدام الاهلي. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة. الكوميديا السوداء عنوان يلخص أحداث الأسبوع الأخير. وما حدث في هامش القمة 120، القمة اللي اتلعبت في الاتوبيس، هيذكر تاريخ مصر الكروي وهيذكر تاريخ الرياضة المصرية. إنه ديربي الأهلي والزمالك أحد أهم الدربيات على مستوى العالم، واللي له تصنيف كبير جدا بين لقاءات الكلاسيكو المختلفة القوية في كرة القدم. القمة 120 منه ظلت مرتبطة أو مربوطة الكورة فيها في الاتوبيس. بدل ما نتابع مباراة بكل ما فيها من فنون الكورة، تابعنا حركة الاتوبيس. أولا فيما يتعلق بهذه المباراة، يعني الحقيقة حققت مكاسب ضخمة جدا وأظهرت فوارق كبيرة جدا. أظهرت من هو النادي الحريص على استقرار الكرة المصرية ومظهرها الحضاري. أظهرت مدى التزام النادي الأهلي رغم خلافه الشديد بالجهات الشرعية وهي اتحاد الكرة وتعليماتها وتوقيتاتها وما يدور فيه. أظهرت أيضا كيف يمكن أن ينشغل الآخرون بسيناريوهات لا علاقة لها بكرة القدم أو الرياضة لمجرد إفساد مشهد أو أنه ينجو من فخ معين أو من مواجهة معينة يخشاها. فإحنا هنا الفترة النص ساعة أو الساعة الماضية والله ساعة تاريخية في حياة الكرة المصرية، لأنه تأكد للجميع بما لا يدع مجال للشك هو مين اللي عايزها تعمر ومين اللي عايزها الله أعلم. سمعت يا باشا قالوا ايه؟